قبل المشاهدة، المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ألغت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقوبة الإيقاف في حق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وذلك بعد اجتماعها اليوم عقب الاستئناف الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم، وبذلك سيكون الركراكي حاضرا في كرسي احتياط المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب إفريقيا. يذكر أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت قد أصدرت عقوبة الإيقاف ل4 مباريات، 2 منها موقوفة التنفيذ في حق مدرب المنتخب المغربي، الشيء الذي منعه من الحضور في لقاء زامبيا على الملعب، قبل أن يقرر الاتحاد المغربي استئناف القرار المجحف حسب قوله لتلغي لجنة الاستئناف العقوبة في حق أفضل مدرب إفريقي لسنة 2022.